لو عندك وجع في الابهر، انا هقول لك بقى ايه انهي حته في الابهر اللي وجعك، انهي عضله، عشان تقول للدكتور بتاعك توصف له وجعك صح. لو انت مش عارف توصف وجعك صح، تقدر تساعد الدكتور بتاعك انك توصف الوجع الصح. اشهر وجع ابهر هو اللي العضله اللي دي اسمها رومبويدز ماينور، رومبويدز ميجور، اللي هي الزرقاء والحمراء دول. الميجور دي الكبيره اللي ما بين اللوح الكتف والعمود الفقري، الرومبويدز ماينور الصغيره دي اللي هي ما بين لوح الكتف والعمود الفقري برضو، بس الصغيره اللي فوق دي. ماشي، فانت هتقدر تشاور له على الوجع فين بالظبط. طب تعالى هنا بقى، لو انا وجع في لوح الكتف بره هنا، شايف الحته دي؟ شايف؟ ففي عظمه في لوح الكتف اهي، شايف العظمه دي اللي هي دي اللي اسمها السباين. العظمه دي اسمها السباين. تحت الشوكه دي في عضله هنا اهو، ملهاش علاقه بالعمود الفقري، في كتفي من ورا، اسمها انفراسباينيتس. ماشي، يبقى انفراسباينيتس هي اللي وجعاني. ماشي، وري الدكتور بتاعك اللي بيعالجك الفيديو ده، وقول له اهي دي اللي وجعاني يا دكتور. فاهم قصدي؟ عشان هو ممكن يكون بيعالجك هنا وتحس بشويه اوجاع هنا، بس الوجع هنا لما يجي ايده هنا اكتر. او مثلا ممكن تنام على وشك مثلا، ومراتك تيجي تدوس لك على الحته دي تقول لك هو ده. ماشي، هنا بقى شايف العضله دي اسمها لاتيسمس دورسي. لاتيسمس دورسي دي بتاخد بقى من اول الكوع لحد اسفل الظهر. يبقى انا عندي وجع في اسفل الظهر، وفي جنبي جنب العمود الفقري عند الكليه كده، وواصل لكتفي. دي العضله دي اسمها لاتيسمس دورسي. تمام. هنا بقى دي بتاعت الرقبه، من هنا شايف ازاي، وبتنزل لحد الابهر. فانا هنا شايف دي، يبقى انا لو عندي وجع في الابهر هنا وطالع لرقبتي فوق، اسمها ليفيتور سكابيلي. العضله دي اسمها ليفيتور سكابيلي. خلاص، انا بقول لك الاسامي بالانجليزي، ملهاش اسامي بالعربي تقريبا يعني. بس انت خد سكرين شوت كده من الحته دي ووريها للدكتور بتاعك. طيب اهي دي بقى، بص من فوق هنا، يبقى احنا قلنا الشوكه اللي هنا دي تحتيها انفراسباينيتس. العضله دي اسمها انفراسباينيتس. فوق الشوكه سوبرا سباينيتس. اسمها مكتوبه سوبرا سباينيتس. فوق الشوكه، العظمه دي الشوكه دي فوقيها السوبرا سباينيتس. تمام، خلاص. وقلنا بقى الليفيتور سكابيلي فوق وبتاع. تمام، حلو قوي. بص بقى، عندي بقى عظم في جنب كتفي كده من ورا هنا، الحته دي ماشي، اسمها شايف؟ اسمها تيرس ماينور. تيرس ماينور هنا اهو. خلاص، بتبقى واصله من لوح الكتف كده لحد العظمه من تحت هنا، بس ما بتتمدش لحد اسفل الظهر، في الحته دي بس، اسمها تيرس ماينور. كده فهمت؟ بص بقى الحته اللي تحت دي اسمها لونجيسموس. اللونجيسموس دي بقى بتبقى جايبه من فوقيك لتحتيك، من رقبتك لفوق لحد اسفل الظهر تحت. ماشي، ممكن في اعراض الفايبروميالجيا ناس تلاقي اوجاع في الحته دي. طيب عشان ناكد اكتر هقول لك في الحته اللي جايه ممكن كل عضله من هنا مثلا بقى، عشان توصف وجعك صح، شوف العضله الشده دي مسمعه فين في الدراع. خلاص، زي ما قلنا، شايف الشوكه دي تحتيها عضله اسمها انفراسباينيتس، الاسم اهو مكتوب اهو. تقول له يا دكتور انفراسباينيتس مسمعه فين؟ وجعاني هنا في الابهر، ووجعاني في دراعي من قدام كده اهو. شايف الاحمرار ده؟ شايف الخط الاحمر ده؟ فانا عندي وجع هنا، وكل ده وجعني، وعملت جلسات علاج طبيعي عشان عندي انزلاق غضروفي في رقبتي، وبعد ما عملت وعمال يشتغل على رقبتي لسه الوجع في دراعي شغال. هنا العضله دي اما بتشد بتعمل نفس اعراض الانزلاق الغضروفي كده اهو. كل ده الدراع ده كله لحد كتفي من فوق. ماشي، يبقى دي عضله اسمها انفراسباينيتس. بص التيرس ماينور، بص هي فين؟ تحت السكابولا هنا في عظمه اللوح دي. شايف؟ في عظمه اللوح، وفي الحته دي ماسكه في الدراع من الجنب كده. خلاص، بص تعمل ازاي وجع في الظهر كده اهو، وتوصل بس ما تعديش الكوع. زي ما انت شايف ما بتعديش الكوع. فاهم؟ هي بس واصله لحد الكوع من ظهر الكتف، واصله كده من ظهر الكتف لحد الكوع فقط. طيب السوبرا سباينيتس اللي هي فوق اللوح، شايف الشوكه بتاعت اللوحه اهي، العضله دي ماشي بتشد اهي. شايف الخط الاحمر ده؟ توصل هنا اهو وتعمل اعراض التنس قلب. توجعني هنا اهو من هنا، وتمشي خط كده اهو ولحد تنس قلب، كتف التنس. ماشي. طيب السابس كابيلاريس، السابس كابيلاريس بتيجي من هنا الحته دي. شايف الحته دي؟ من جوه اللوح هنا، من جوه اللوح هنا اهو. شايف؟ تمشي على الدراع من ورا وتجيب وجع في الرسغ من ورا هنا. ماشي، يبقى انا لو عندي وجع في الرسغ من هنا ورحت اتعالج كتير عند الدكاتره، فك الحته دي هتلاقي دي ارتاحت، والحته بتاعه التراي دي ارتاحت. فهمت قصدي؟
مش اي وجع ابهر يبقى ابهر وخلاص، لا، شوف الابهر وجعك في انهي حته، في انهي عضله من اللي انا قلتهم دول، ومسمع فين، وده المهم. طبعا ده غير امثله لا حصر لها على الجسم كله عشان تبقى فاهم. يعني مثلا صدري من هنا موجوع من هنا الحته دي، ماشي، بص يسمع فين؟ يسمع عند الكوع هنا اهو، زي ما انت شايف في الصوره دي، الصدر مسمع في الكوع هنا، الست اللي موجوع هنا في صدرها من هنا، وتحس بوجع في الصدر نفسه، فاهم قصدي؟ في الصدر نفسه، ماشي، ويتسمع في الدراع من هنا كده، شايف الحته دي؟ خلاص، دي عضلات اسمها بيكتوراليس ماينور وبيكتوراليس ميجور، ماشي، قول الكلام ده للدكتور بتاعك، ماشي. عضله اسمها هنا سيريتس انتيريور، هنا الحته دي، شايف؟ اللي ساعات توجعك مع النفس وتيجي تاخد نفس، ماشي، وتروح مسمعها في الدراع من هنا ومن هنا وفي الحته دي، كل ده، كل الخط ده بيطلع من الام عضله هنا اسمها سيريتس انتيريور. ممكن من قاعده متنيه كده، بقعد متني كتير او بقعد قافل الحته كتير وما بتنفسش كتير، العضله دي تتشد لان ما بلعبش رياضه وما بتحركش كتير، تروح وجعاني فين؟ بص، في الابهر من ورا، وتروح وجعاني في صدري من قدام، وتروح وجعاني في كف ايدي ودراعي من هنا. شوف بقى كل ده طلع من ايه؟ عضله اسمها سيريتس انتيريور. يبقى الدكتور اللي معاك يشتغل على السيريتس انتيريور لو عندك الاوجاع بتوصف زي الصوره دي، ماشي. عضله هنا اسمها سترناليس، هنا اهو بتروح وجعاني في دراعاتي الاثنين، ولكن ما توجعش كتفي، توجع صدري كده بدراعاتي من جوه كده، فاهم ازاي؟ العضله دي اسمها استرناليس زي ما انت شايف كده، خلاص. لا امثله لا حصر لها، ممكن اقول لك حاجات كتير جدا برضو. شايف دي؟ العضله دي بتاعه ال وانا صباعي فين؟ العضله دي يا جماعه اللي هي بتاعه الايه، بتاعه خلفيه الركبه. خلفيه الركبه دي تروح وجعاك في خلفيه الركبه زي ما انت شايف كده اهو، عضله اسمها، شايف؟ بايسبس فيموروس. وري الكلام ده للدكتور بتاعك، بايسبس فيموروس، خلاص. الفاستاس ميدياليس، الفاستاس ميدياليس دي عضله جوه الركبه من جوه، توجع الصابونه جدا لو العضله دي شاده، ماشي. تيجي اجي اقف كتير او اجي افرد ركبتي، العضله دي توجعني، فاستاس ميدياليس، بتخليني ما افردش الركبه للاخر، فتخلي الصابونه بتاعه ركبتي من قدام ما بتتحركش في مكانها كويس، ماشي. امثله لا حصر لها، يعني ممكن اقعد اقولها لك، ماشي، بس الفيديو كده هيطول مني. يا ريت تكونوا فهمتوا ان الدكتور بتاعك يدور ان العضله اللي قافشه فين ممكن توجعني فين، شايف؟ ماشي. عضله هنا قفشالي في نص ظهري هنا ورا عند الكليه، توجعلي في بطني من قدام، واقول انا عندي عسر هضم، انا عندي مش عارف ايه، لا اهو بسبب العضلات اصلا، تمام. وهذا والله اعلم. وسيبوا لي اسئلتكم تحت في الكومنتس وان شاء الله نجاوب عليها. السلام عليكم.